السلام عليكم. تعالي النهاردة هعمل معاكي طريقة حلوة جدا واقتصادية للسوسيس أو الهوت دوج. هعمله معاكي بطريقة حلوة واقتصادية وموفرة وطعم أحلى وأنضف كمان من اللي بنجيبوه من بره. كلنا عارفين الكيس بنشتريه من بره فيه 6 قطع أو حتى الحجم الكبير ل12 قطعة بيبقى وصل سعره كام دلوقتي. أنا هعمله معاكي بطريقة حلوة جدا، طريقة آمنة جدا كمان في التسوية وصحية، وطعمه هيطلع معاكي زي اللي بنشتريه من بره وأحلى. بس لو عجبتك وصفتي النهاردة ياريت تدعميني بلايك وتعليق حلو منك ومشاركة ومتابعة لقناتنا عشان يوصلك منا كل جديد. أنا جبت نص كيلو من الفراخ. مش هيفرق معاكي التقطيعة شكلها ايه، اللي هيفرق اكيد انك لازم تتخلصي من اي عروق او الخيوط اللي بتبقى بتشد ديت جوه الفراخ. لازم اشيلها وتخلص منها كلها عشان ما تبقاش بتشد بعد ما تخلصي الاكلة بتاعتك. خلصت منها كلها. دلوقتي معايا 3 فصوص توم، ما يعادل معلقة صغيرة من التوم المفروم، معلقة صغيرة من هريسة الفلفل الأحمر. حطيت معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، لو مش موجودة ممكن تستغني عنها ببابريكا عادية بس هي مهمة. حطيت معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح والبهارات الفراخ، وحطيت معلقة صغيرة من ال7 بهارات أو من ال11 بهار الموجود عندك حطيه. حطيت معلقة صغيرة من المرقة، وحطيت نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة أو رشة كده من الحبهان المطحون، ورشة من جوز الطيب لو موجودين عندك تمام، مش موجودين برضو زي ما تحبي. آه، الباقي البهارات كافية جدا. حطيت 3 معالق كبار من النشا، وحطيت معلقتين كبار من الزيت، ما يعادل ربع كوباية كده من الزيت، وحطيت نقطتين من اللون الأحمر الغذائي وبيضة واحدة بس. كام نقطة كده هتخلي معايا لونه شبه اللي بنشتريه من بره. الوصفة الأساسية أنا بحط معلقة كبيرة من بودرة الدمجلاس، بس الوقت ده ما كانش عندي. مفيش مشكلة وما فرقتش خالص في الطعم بسبب البابريكا اللي كنت حطاه. جبت صينية دهنتها معلقة من الزيت، دهنة حلوة جدا من الزيت. جبت كيس تلاجة ودهنته برضو زيت كويس جدا. بجيب معلقة من الخليط اللي احنا عملناه وبتك عليه بنفس الطريقة كده، بشكله بالكيس. ومعايا مسطرة، ظهر سكينة، اي حاجة كده، اي اداة تساعدك ان انتي تفردي وتشكلي بيها. وقبل ما اشيله من الكيس ببرم الكيس من الجلاب كده عشان اخد نفس شكل اللي بنجيبه من بره. الطريقة دي في التشكيل أأمن كتير من من اللي بنشكلوها جوه ستريتش ونربطوها في فويل، وكمان في التسوية دي أأمن كتير لأنها نفس طريقة تسوية المصانع. هما بيسووا على الستيم، فإحنا كمان أقرب حاجة إن إحنا نسوي لتسوية الستيم في البيت أو البخار. إن أنا بجيب صينية حرفها عالي شوية، حط نصها مية وحط فيها معلقة كبيرة من الخل عشان أحافظ بس على الصينية ما تسودش، وأسيب الخليط بتاعي وأقفله كويس جدا. ممكن تحطي غطا الأول بعدين الفويل لو انت مش حابة الفويل مباشر. طريقة ان انا بسويها بسيبها 25 دقيقة بالظبط. بعرف انها استوت ازاي، بحط فيها الخلة كده. انا غازها بالخلة، لو طلعت معايا نظيفة خلاص يبقى هو كده تمام واستوى. اول طريقة بقى هسوي بيه، انا جبت طاسة على النار. هحمره بس كده. والطريقة دي بتبقى حلوة جدا في السندوتشات مع مستردة او كاتشب او مايونيز زي ما تحبي بقى الطعم. الطريقة التانية في نفس الطاسة ما غسلتهاش. نزلت بمعلقة من الزيت، بصل مقطع معايا جوليان، وخدت باقي السوسيس. طبعا انا مش مستحملة امسكه هو سخن جدا. قطعته. وبعدين نزلت عليه بالفلفل الأخضر، برضو كنت مقطعه قطع صغيرة. شوحته كويس جدا ونزلت عليه بالطماطم. رشيت بس عشان الخضار، طبعا السوسيس بتاعي اخد البهارات بتاعته، انا رشة بس من الملح والفلفل وال7 بهارات دوت عشان اطعم بس الخضار اللي انا زودته، مش اكتر من كده. قلبته كويس جدا
وسبته يتشوح كده 5 دقايق وخلاص وقدمته. دول كده يا جماعة 5 من السوسيس اللي احنا كنا عاملينه. بصي عمل معاكي طاسة كبيرة خالص مع الخضار، يعني تكفي وتشبع. يعني لو عملتيها في سندوتشات او تاكل حتى كده بعيش، او اتعمل حشوة، بعمل منه حشوات حلوة جدا. للمكرونة ممكن في مكرونة يتعمل، ممكن تحشي بيه جلاش، ممكن تاكليه تقدميه كده بالعيش، او على مكرونة حتى بيبقى طعمه حلو جدا. حتى لو مش مكرونة بالبشاميل بيبقى على وش المكرونة العادية بيبقى حلو جدا. انا دلوقتي ادي 5 عملناهم وفي الخضار، و5 تانيين هعملهم في السندوتشات، وتحطي عليهم الطعم بقى اللي انت عايزاه. وتبقى كمان 3 ما حمرتهمش، ممكن يتشال عادي بعد ما تسويه على البخار. شلتهم في الفريزر، اي وقت اطلعه احمره واحطه في الساندوتش يبقى جاهز معايا. بس كده، ودي كانت وصفتي النهارده. جربيها وباذن الله هتعجبك.